السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم خلية النحل بطريقة سهلة خالص وسريعة. اي بنوتة او اي واحدة تقدر تعملها بمنتهى السهولة. يلا قومي دفي بيتك ودفي اولادك. انا معايا هنا كوباية من اللبن وحطيت لها 3 معالق من السكر ومعلقة كبيرة من الخل. طريقتها سهلة خالص ومكوناتها موجودة في بيتك ومتوفرة عندك بأي حشوة ممكن تحشيها. حطيت كوباية لبن 3 معالق من السكر معلقة كبيرة من الخل وحطيت نص كوباية من المية. لو انت عايزة تعجنها كلها باللبن براحتك. وحطيت كوبايتين ونص من المية من الدقيق ورشة ملح والكيس الخمير. طبعا المية انت بتحط واحدة واحدة على حسب نوع الدقيق بتاعي. هفضل اعجنها بقى لحد ما تنعم معاك وتبقى عجينها كده طرية شوية. لا هي بتلزق ولا هي طرية جو. تبقى مظبوطة معاك وناعمة وحلوة معاك. الحشوة بقى اي حاجة انت تحبيها. لو عندك نوتيلا حطي نوتيلا. لو عندك مكعبات من الشوكولاتة. لو عندك جبنة رومي عايزة تحطي فيها مثلا شوية جبنة على شوية زيتون على حاجات من دي تحطها في قلبها. براحتك خالص المتوفر في بيتك حطيه. هنا بقى طبعا انا كنت نسيت احط ربع كوباية من الزيت فانا جيت حطيتها هنا مع العجين. هفضل بقى الف كده زي ما انتوا شايفين ولحد ما تخلص خالص وتبقى عجينه متماسكه زي ما انتوا شايفين كده. لا هي لينه جو ولا هي لابسه. انا خدتها برضو كملت عليها شويه عشان برضو تبقى مظبوطه معايا. بس هنا خلاص بقى هتني وشها كده بشويه الزيت وطبعا هحطها لحد ما تخمر خالص. بس هنا خلاص بقى طبعا بعد ما خمرت هطلعها بقى. طبعا انا فضيت الهوا منها. هطلعها بقى وامسك اقطعها صغير خالص اقل من الليمونه كمان. انا هقطعها صغير خالص. لو انت عايزه تقطعي كبير كبير شويه يعني براحتك خالص. طبعا الرخام عندي نضيفه وكل حاجه عندي نضيفه. همسك بقى اقطع اقل من الليمونه كده. وطبعا زي ما قلت لك بتحشي الحشوه اللي انت تحبيها. لو عايزه تعمليها ساده كده خالص براحتك. بس بقى همسك اقطعها كلها بالطريقه ديت وبعد كده هقعد احشي فيها وارصها في الصاج واحطها في الفرن. ما فيش اسهل ما خدتش مني وقت خالص. انا عايزاك تجربيها بس بنفسك. انا ما بنزلكمش حاجه الا لما اكون متاكده فيها وضامنه ان هي ناجحه 100%. بعد كده بنزلها لكم. اي بنوته تقدر تعمل ورايا الوصفه على طول وهي مطمنه. اهم حاجه انك تخمري العجينه دي مره واتنين. تخمير الاول بعد ما بتعجنيها وتسيبها تخمر والتخمير التاني بعد ما بتعمليها وتقطعيها وتسيبها في الصاج. اهم حاجه في المعجنات طبيعي كلها. لابد من انك تخمري الحاجه حلو عشان خاطر المعجنات تطلع منك مظبوطه وتطلع معاك يعني مظبوطه وحلو. ما تكونش معجنه من جوه او فيها حاجه مش مظبوطه وياك. بس هنا خلاص هفردها بس فردة صغيرة كده عشان اعرف احشي الحتة الجبنة. انا حشيتها بصراحة جبنة من اللي هي العادية خالص اللي هي جبنة العبورلاند دي. وهجفل حلو وبعد كده هرصها في الصاج يعني زي ما انتم شايفين كده. حتة صغيرة خالص كده وهرصها كلها كده زي ما انتم شايفين. طبعا الصاج كبير يعني مش صغير. مظبوط يعني. همسك بقى الكمية دي كلها اعملها وهسيبها لازم تخمر زي ما قلت لكم يا بنات لازم تخمروها مرتين. في السجعة اللي احنا فيها دي حطها تحت البطاطين. تحت البطاطين هتخمر معاكي على طول او سخني الفرن واطفيه وقوم مزجها فيه. بس هو تسخني الفرن جوه عشان خاطر ما تبوظيش الدنيا وتخليها تستوي معاكي وهي لسه ما خمرتش. بس هنا خلاص انا هعمل بقى الكمية دي كلها مع نفسي. طبعا الحشوة هحطها في جنب كده لوحدها واللي هي التانية السادة لوحدها برضه. عندك سمسم بقى حط سمسم. بصراحة ما كانش عندي سمسم فمشيت يعني زي ما انتوا شايفين كده. عندك حبة البركة. الحاجة اللي متوفرة في بيتك اعمليها. انا ما كانش عندي لا حبة البركة ولا سمسم فقمت حطها زي ما انتوا شايفين كده. وطريقتها ناجحة دي انا عملتها بالليل والاطفال عندي يعني اتعشوا بيها. انبسطوا منها. بس هنا خلاص هنا خلاص كده خلصتها وكان فاضل برضو واحدة صغيرة قمت حطها في النص كده. وهغطيها كده بكيس. وهحطها تحت البطاطين. انا حطيتها تحت البطاطين لمدة ساعة لان طبعا زي ما انتوا شايفين الجو ساقعة فالحاجة بتخمر بصعوبة يعني. وانا دفيت شوية اللبن دفيتهم شوية عشان خاطر
يخمروا معايا العجينة على طول. هنا خلاص بعد ما خمرت معايا بعد ساعة، امسكها بقى ادهن وشها كده بشوية سمنة، لو عندك صفار بيضة، لو عندك مثلا شوية لبن، بس بصراحة انا كنت حطيت اللبن كله ونسيت يعني ان احوش لها شوية لبن. بس اتصرفت يعني دهنت وشها كده بشوية السمنة. بلاش الزيت، يعني بلاش تدهني زيت عشان خاطر ما ينشفش معاك الوش. شوية سمنة كده هتخليها تلمع معاك وتخليها حلوة معاك. بس هنا خلاص بقى هحطها في النار. هولع من تحت بس على درجة حرارة 200 عشان خاطر تتلدن معاك وتبقى مظبوطة معاكي. ما تعليش النار عليها جامد عشان خاطر ما تبقاش ما تبقاش يعني معاك عجين من جوه. طبعا هشة وطرية وزي الجبن معاكي. طبعا بعد ما طلعتها من الفرن على طول عملت لها شويه ميه بسكر كده، ودهنت وشها عشان خاطر تلمع معاك، وحطيت عليها الكيس وغطيتها حلو عشان تبقى طريه وحلوه معاك. شايفين بقى الطراوه بتاعتها؟ وهشه خالص من جوه زي القطن بالظبط. يلا بقى قوم جربيها كده واحكمي عليها بنفسك. حابة اشكر كل ضيف دخل واشترك معايا، شرفتوني ونورتوني وزودت قناتي. ووجودكم طبعا شرف كبير ليا. يا رب فيديوهاتي كده تكون بتعجبكم وتكونوا بتستمتعوا كده وانتوا بتتفرجوا عليها. يا رب ما يحرمنوش منكم ابدا ولا من الكومنتات بتاعتكم الحلوة. يا رب الفيديو كده يكون خفيف عليكم. خلص فيديو النهاردة بتاعي، يا رب الفيديو كده يكون عجبكم. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.